السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل احلى ستريبس، احلى من اللي بتشتروه من بره واحلى من بتاع المطاعم. وانسوا الطرق التانية وخليكي في الطريقة دي وامشي على الخطوات هتاكلي احلى ستريبس. دولت كوبايتين من الدقيق. تمام. ده نص كيلو من صدور الفراخ. انا مقطعاها طويله كده، لازم تكون ايه، تخينه شويه عشان تبقى من جوه طريه ومن بره مقرمشه. تمام. ودولت بقى ايه، دي كوبايه دقيق، دي كوبايه كمان، كوبايتين من الدقيق. الله اكبر الله أكبر. معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر. انا بس عايزه ابين البوله. معلقه ملح، معلقه بهارات فراخ، معلقه بابريكا كركم، معلقه كركم. انا حطيت البابريكا. معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، مكعبين مرقه فراخ، هنقلب الخطوات دي كلها مع بعض كده. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، قلبنا الخطوات دي كلها مع بعض. هاخد ربع الخليط ده، انا عايزه الربع ده. هتعرفوا ليه دلوقتي. هاخد الربع ده ماشي. على الباقي الخليط ده حطي معلقتين نشا كبار عشان يعملوا لي القرمشه اللي انا بحبها ويخلوه مقرمش معانا وحلو. والربع ده الفاضل ده احط عليه شويه ميه بالراحه كده واقلب لحد ما يبقى القوام بتاعه زي الكريب. بصوا يا بنات، هنا بعد انا ما حطيت كله طبعا الخليط كله حطيته على الستريبس كده زي ما انتم شايفين كده، شايفين. وهندخله في التلاجة بتاعتنا. هنقعده زي حوالي ساعة تاني المضرب هنقعده زي حوالي ساعة في التلاجة وبعد كده نطلعه عشان نحمره في الزيت بتاعنا وبقية الخليط اللي انا ما حطيتش عليه الميه. شايفين. هنا يا جماعه خلاص هو كده قعد ساعه في التلاجة. الستريبس قعد ساعه في التلاجة اهوت كده، شرب من التتبيله وبقى زي الفل. وهنا بقيه الدقيق اللي انا كنت عاملاه وحاطه له التتبيله في طاسه على النار اهيت، زيت سخن. هطلع من هنا، هنحطه في الدقيق. واحنا بنحطه في الدقيق ما نتكاش عليه عشان عايزينه يطلع لنا ايه، القرمشه الحلوه دي كده. ولا نضغط عليه بايدينا ولا حاجه، عشان شايفين الحاجات ديت هي اللي بتبقى بتخليه مقرمش وجميل. اول واحده هركنها على جنب. عشان انا عايزه انزله كله مع بعضيه في وقت واحد عشان يستوي كله مع بعض. شايفين بقى هنا بعد ما غلفناه بالدقيق هنحطه في الزيت على طول. الطاسه بتاعتنا فيها زيت سخن. تمام. زي ما انتم شايفين اهي. انا موطيه النار على الزيت دلوقتي. عليله بقى خلاص عشان انا عايزاه ما ينشفش منه برضو، يكون ناشف برضو من جوه، بس يكون ناشف من بره، سوري، يكون ناشف من بره بس من جوه يكون حلو.
طري وجميل. شايفين القطعة يا جماعة كلها ايه؟ لازم تكون ايه؟ تكون تخينة شوية. ده نص كيلو من صدور الفراخ انا جبته وقطعته بالشكل ده. بس دي بقى الحتة دي فيها عظمة، يعني دي مش دي عظمة، دي اللي عندي ايديا دي عظمة صدق. تمام. ايه رأيكم بقى في الاستريبس بتاعي؟ شايفين يا جماعة؟ مش عايزه اقول لكم ايه، سامعين الصوت بيرمش ازاي؟ وطري من جوه، بصوا يعني طري من جوه ومقرمش من بره، وطعمه وريحته خطيره وطعمه يجنن. عمل كميه كبيره، يعني عارفه انتوا الكفر ده ماله مركزه برضو. يلا باي باي. هستناكم برضه.